مساء الخير. ما في أطيب من كاسة شراب برتقان باردة بالصيف وبالشوب، وباعتبار نحن هلأ بالشتاء ووقت البرتقان رح نعمل شراب برتقان بطريقة حلوة كتير بحيث نمونه ونخزنه بالفريزر لمدة طويلة. شوفوا معي الفيديو وشوفوا شو رح ضيف له لحتى حافظ عليه أكتر من سنة. طبعا في مقادير وكميات معينة رح نمشي عليها، هلأ كلها بذكر لكم إياها. أول شي بنجيب البرتقان بنغسله وبنشفه منيح، ما بيصير يضل معي بهالشراب ولا نقطة مي وإلا بيخرب كله. وبعصر البرتقان. الكمية لكل مقدارين برتقان رح نضيف مقدار ليمون، يعني كليين برتقان كيلو ليمون. بس باعتبار ممكن يكون البرتقان اللي أنا جايبته أو أنت جايبتيه ميته كتيرة والليمون بالصدفة ميته قليلة، فأنا بشتغل بالأكواب. كل كوبين برتقان كوب ليمون. فأنا هذا البرتقان اللي جايبته طلع معي 14 كوب. أنا مكترة مشان نشربه طول الصيف، جاينا رمضان وجاينا شوب. الليمون نفس الشيء غسلته ونشفته منيح وكمان بديت بعصره، وباعتبار انا حطيت 14 كوب برتقان فراح اضيف 7 اكواب من الليمون. هلا راح اخلط البرتقان والليمون مع بعض بوعاء كبير مشان يساعدني وقت التحريك. بس اول شيء راح صفيه، لاني هي البقايا اللي بتطلع من عصير البرتقان او عصير الليمون انا ما بدي اياها بالشراب، بتزعج وقت الشرب. بس ما تكبوه، فيكم تستخدموه للكيك. هلا حنضيف السكر. كل كوب برتقان عصرنا، يعني كل كوب عصير برتقان رح نضيف له كوب من السكر. ما تستكتروا السكر. اول شيء هيك اصوله. ثاني شيء السكر والليمون هن يعتبروا مواد حافظة للبرتقان لحتى يدوم معنا فترة كتير طويلة. بنحركه لحتى يدوب السكر. وهلأ رح نعمل حركة كتير حلوة بتعطي كتير طعمة طيبة للشراب. رح نبشر برتقان وليمون. كمية البشرة انتو على راحتكم. انا بشرت برتقانتين وليمونتين. رح نحطهم جوات قماشة بيضة او شاشية كنا نقول بحلب، وبنحطها جوات العصير ساعتين 3 4 5 قد ما بدكم، وبعدين بنعصرها وبنكبها. بتعطي طعمة كتير طيبة. على فكرة في اكياس خصوصية لهي القصة بس أنا ما هي متوفرة عندي. هلأ رح نترك هالشراب أكتر من 20 ساعة، مو بالبراد، برا بالمطبخ، وكل ساعتين 3 بنحركه لحتى نضمن انه السكر داب تماما. بأناني بلاستيك اي بدي احطه بالفريزر. فيكم تعبوه بأناني بلور، بس انتبهوا ما تعبوه كتير مشان لما يتمدد ما تنفجر القنينة وتقعدوا بقى تعزلوا الفريزر وتعملوا 100 قصة وبروح الشراب كمان. هاي الكمية طلعت معي 4 أناني بلاستيك وقنينتين بلور، ولسه عندي شوي بس ما ضل عندي أناني. المهم بنحطه بالفريزر لفترات طويلة، ممكن لسنة. امتى ما بدنا بنطالعه وبنعمل الشراب. بنعبي بالكاسة ربعة، بدكم يا حلو كتير تعبوا نصها، وبتكملوا بالمي وتلج وصحة وألف.